أحبابي دردائيل كان له 16,000 جانح، وبين الجانح والجانح هواء، قدر هذا الهواء قد الكمية اللي تتنفسها البشرية على وجه الكرة الأرضية. سبحان الله. بس القيمة للهواء اللي بين الجوانح قد قيمة الهواء اللي تتنفسه المليارات بل ملايين المليارات على وجه الكرة الأرضية. هذا بيوم من الأيام كان يطير، فكر مجرد تفكير، اسمه دردائيل، فكر مجرد تفكير، قال يا هل ترى فوق عرش الله ماذا يوجد؟ هذا بس فكر مجرد تفكير بالأمر، ماذا يوجد فوق عرش الله؟ مباشرة الله ضاعف له جناحاته، هو عنده 16,000 زادهم 16,000، قديش صاروا؟ 32,000. قال وينك دردائيل؟ بإمكانك أن تسافر صعودا، يلا طر صعودا، اصعد. سافر 50,000 سنة وما وصل لقائمة من قوائم العرش، ما وصل للعرش أصلا، وهو مسافر 50,000 سنة صعود. فقال له الله تعالى بما أنه فكرت بهالتفكير يا دردائيل لك عقاب، فنزع عنه الجناحات، شال الجوانح منه وخلاه معلق بين السماء والأرض وعصمه من صفوف الملائكة، ما عاد من الملائكة. دردائيل يروي يقول بيوم من الأيام سمعت نداء بالسماء، الله يقول لأهل الجنة يا رضوان يا خازن الجنة زين الجنة، نور الجنة، يا مالك يا خازن النار وقف للعذاب عن أهل النار. شوف هاي الراد لها تأمل شوية من الإخوان. يقول دردائيل أنا ظنيت أنه القيامة قامت على أهل الأرض، ما الذي يحدث؟ تعجبت. فجبرائيل نازل، شفت جبرائيل بالسكة نازل معاه 1000 قبيل، القبيل إخواني يعني 1000 ملاك، فتخيل معاه 1000 قبيل، احسب قديش ملائكة. شفته بالطريق جبرائيل سلام الله عليك. وعليكم السلام دردائيل. جبرائيل هل قامت القيامة على أهل الأرض؟ قال لا، لكن ولد مولود لمحمد اسمه الحسين صلوات الله عليه. أنا عندي غاية من القصة إخواني، عندي غاية. ولادة الحسين شوف ماذا فعلت، شلون 10 أيام أبو عبد الله. يقول فقال له دردائيل جبرائيل ممكن أطلب منك طلب؟ تفضل. قال ممكن أن تقول لمحمد دردائيل يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك يقسم عليك بالذي خلقه وخلقك، ارفع المولود إلى السماء وقل رب اغفر لدردائيل بالحسن. نزل جبرائيل، اللهم صل على محمد. نزل جبرائيل، السلام عليك يا رسول الله. قال له وعليك السلام يا أخي ويا نور عيني جبرائيل، أهلا بك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويقول لك هنيئا ولادة الحسين، ويقول لك عظم الله لك الأجر بالحسين. إخواني أحلفكم بالزهرة إذا إجالكم ولد، أنجبتم ولد، تجي الناس تقول لكم عظم الله لكم الأجر. رسول الله قال له جبرائيل هذا مولود، شلون عظم الله لنا الأجر؟ قل له فلتعلم يا رسول الله أنه أمتك يقتلون الحسين ويصعدون على صدر الحسين ويذبحون الحسين. رسول الله قال له يا أخي جبرائيل يعني شهل بشارة أول يوم بعد الحسين مولود صار له ساعات. قال له يا رسول الله صادف مروري وأنا نازل للأرض شفت دردائيل، دردائيل قصته كذا وكذا ويطلب منك أن تدعو له. مباشرة كان الحسين ملفوف برقعة صوف، روحي فداك يا أبا عبد الله. فرفعه رسول الله للسماء، إلهي بالحسين وباسم الحسين وصفات الحسين وكينونة الحسين ونفس الحسين، إلا ما رضيت عن دردائيل وغفرت له ورفعته عندك وأرجعته في صفوف الملائكة. تقول الرواية بنفس اللحظات وإذ بدردائيل ينزل إلى بيت فاطمة الزهراء يقول سلام الله عليك يا رسول الله، دعني أقبل أقدام الحسين يا محمد.
خليني قبل أقدام الحسين يا محمد. ركض قبل أقدام الحسين، صعد للسماء. بعد شوية نازل جبرائيل لرسول الله يضحك، قال له يا رسول الله تدري ماذا يفعل دردائيل؟ قال له دردائيل يدور على كل الملائكة بالسماوات يقولهم من مثلي وأنا خادم الحسين، من مثلي وأنا عتيق الحسين، من مثلي وأنا الحسين قد شفع لي. أحبابي تظنون أنكم بحضوركم لهذا المجلس المبارك الحسين ما راح يشفع لكم؟ غلطانين. خدمة الحسين توقفت بس أنه قارئ عزاء؟ لا، الآن أنتم وجودكم خدمة للحسين، كتبتم في سجل الخدام. الأم اللي تبعث ولدها يقاتل مو خادمة للحسين؟ الزوجة اللي تخدم زوجها مو خادمة للحسين؟ الأم اللي تخدم أولادها مو خادمة للحسين؟ الخدمة الحسينية باب مفتوح، لكن احنا واجب علينا أن نرجع إلى شح أنفسنا، مثل ما تقول الآية الكريمة. رسول الله بعد ما راح جبرائيل اجت الزهراء، أحسن، اجت الزهراء قالت له يا رسول الله سمعت كلامك مع جبرائيل، يا رسول الله ليش قال لك جبرائيل عظم الله لك الأجر؟ قالها يا فاطمة انسي الموضوع. قالت له لا خبرني، حاور. قال له فاطمة الحسين راح يبقى 3 أيام على أرض كربلاء مسلوب العمامة والرداء، وبناتك راح يروحون سبايا من بلد لبلد. قالت له يا ليتني لم ألده ولم أحضره إلى الحياة الدنيا، يا ريتني ما جبته، لو عارفه راح يروح من ايد الحسين والله ما جبته. لك هذا الحسين، قل له يا رب غالي، هذا غالي اغلى من الكل، هذا عندي اولاد كثيرة بس هذا اغلى من الكل، هذا